بصوا بتفك بسهوله ازاي، عشان الزيت اللي احنا حاطينه زي ما انتم شايفين ما شاء الله مجمده خالص. هبدا ان انا احطها بقى اول واحده في الطبق السائل ده كده، اطلعها احطها في ده. وابدا اشيلها كده زي ما انتم شايفين واحطها في الطبق كده، هي جاهزه. هعمل نفس الكلام في باقي الحاجات. ممكن تحشوها موتزاريلا، ممكن تحطوا على طبقة خارجية جبنة، ممكن تعملوها طبقتين لو عايزين. يعني انا هخلص الكمية وممكن اديها طبقة كمان، كل ده باختياركم انتوا. تنفع قوي في السندوتشات جنب الاكل، يعني ليها استخدامات كتير بصراحة، حلوة قوي وفي نفس الوقت اقتصادية. ده كده جزء من الكمية اللي انا عملتها. هروح اقليها. على فكرة دي انا عاملاها طبقتين، وعشان اعملها طبقتين احتجت نص كوباية بقسماط تانية. تمام، هنقليها مع بعض وهوريكم شكلها في النهاية عامل ازاي. بس كده انا قليت جزء منهم زي ما انتم شايفين، حلو جدا وشايفينه كريسبي ازاي، خطير بصراحة واكيد طعمه رائع. سامعين؟ بس كده جربوها وقولوا لنا رايكم في الكومنتات، واشوفكم في حلقه جديده من حلقات افتكاسات البيت المصري. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب.